السلام عليكم. معكم حسين نصيري، مسؤول تجاري بالنسبه في مكتبه دار السلامي الحديثه. حنا كنوفروا جميع الكتب المدرسيه واللوازم ديال المدرسيه بالنسبه للابناء لجميع المدارس المتواجده على جميع انحاء المغرب. بالنسبه لهذا السنه كاين واحد التغيير بالنسبه للعدد من كتب المادات الاجتماعيات، وزياده على ان الازمنه كان فيها واحد الارتفاع. هذا الارتفاع راجع بالنسبه للموردين ديال الكتب، هما اللي زادوا في الازمنه. حنا كذلك يمكن ملي كنتوصلوا بقائمه ديال الكتب الازمنه الجديده تنحاول نابليكيوها على جميع الكتب المتوفره لدينا. ولكن كاين واحد الاشكال انه بعض الكتب مازال لحد الان ما توصلناش بها. داكشي اللي غادي يزيد يطول شي شويه في هذه المده ديال الدخول المدرسي، بان التلاميذ راه مازال ما توفروش الكتب كامله والعناوين اللي مبروغرامينهم في داك لا ليست سكولير. بالنسبه للزياده في الاسمنه تابليكات، وكاين عدد العناوين مازال ما تدخلاتش، وكاين بزاف ديال الاسمنه اللي تزادوا في الكتب. ما الاغلبيه ما كيفوتش واحد الهامش ديال 10 دراهم 5 دراهم في الثمن اللي تزاد في الكتب بالنسبه للكتب ليست الوزاريه، بالكتب اللي تجي عن طريق الموردين، الكتب اللي تجي من ميسيون اللي تجي من برا هي اللي تكون فيها الزياده في الاسمنه. اما بالنسبه للكتب الوزاريه والمقررات ديالنا ديال المغرب تيبقاو في الثمن ديالهم، تيكون الثمن ديالهم مصرح بهم في الخلف، يعني بان الزياده ما يمكنلكش ما تطولش هذوك الكتب، تطال الكتب اللي تيجيو من برا. انا الصراحه نفضل ناخذ كتب جدد، على اساس انك يعني الدري ملي ما كيلقاش واحد المشكل، يعني يقدر كتب قدام يقدر مثلا وسط العام يقدر يلقى شي كتاب ممزق، شي ورقه ممزقه ولا شي حاجه وشي حاجه ما بيناش، يعني بزاف جديد، يعني حتى الدري كيكون عنده واحد ليسبري باش يقرا، واحد يعني كيشوف كتاب جديد قدامه. اما كتاب قديم انا دزت كتب قدام، ولكن ديك التجربه يعني صافي ما دزت منها، صافي ما بغيتش انا ندوزها لولدي. انا بغي ولدي نشري لي كتب جداد، واخا ان داك الشيء مكلف صراحه، ثمن مرتفع، يعني الى درجه تتلقى دوك لي فورنيتير وكل شيء والمقررات يعني واصلين تقريبا 1600 درهم 1500، هذا المينيموم. كاين المدارس اللي تقريبا كيوصلوا حتى 2000 درهم، يعني راه صعيب على القدره بوفوار داشا ديال الاولياء التلاميذ وداك الشيء.